بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سلسلة كيف اكون مكروها هناخد نصيحة اكتر ممكن تبعد الناس مننا او تخوف الناس مننا او تخلي الناس احنا بالنسبة لها مش شخصيات محبوبة. احذر البشاشة، احذر الابتسامة، وكن صارم او كن شكايا ومكتئبا طول الوقت. في شخصيات الحقيقة لما الناس بتشوفها تقول يا خبر ابيض اهو النكد هل علينا، هتلاقي فلان بيشتكي لك من الغلو ومن الاسعار كأن احنا مش عايشين في مصر زي ما هو عامل. مفيش حاجة بتعجبه خالص. الحقيقة في شخصيات بالشكل ده يقولوا كده ان فلان ده، انا ده مثل مصري عامي قوي، يقولوا كده ان فلان ده ما يضحكش لرغيف العيش السخن، على اساس رغيف العيش السخن وطبعا الفرن ده حاجه مبهجه كده، بركه والغذاء اللي بعته ربنا لينا. فالانسان كده لما يلاقي الرغيف سخن وحلو يبتسم كده يبقى فرحان بيه، يقول عيش زي الفل. يقول ده ما بيبتسمش حتى للرغيف السخن. في شخصيات طبيعتها كده الحقيقه وبتجاهد مع نفسها انها تحاول ترسم على وشها ابتسام. دي بتكون شخصيات جاده او منهجها الروحي منهج رهباني صارم يميل الى التوحد، ما يحبش الخلطه، بس ده بيبقى مبرر لانه كده كده هو مش بيتعامل مع الناس. امال احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على حاجه تانية خالص. انا مش راهب متوحد ولا انسان عايش في الجبل، انا انسان بتعامل مع اسرتي، انا انسان بتعامل مع الناس. الحقيقه الوش الصارم ده او اللسان المتذمر الشكاي من كل حاجه في الدنيا متعب قوي لكل اللي حواليه، ويخلي الناس كده ما تبقاش مرحبه بوجوده. جرب انك انت تكون مبتسم. ده في واحد بيقول لي انا ما كنتش ارثوذكسي، والحقيقه اللي جابني الارثوذكسيه نيابه الانبا موسى. قلت له ازاي؟ قال لي انا كنت حاضر كده اجتماع، وبعدين واحد قال له على فكره سيدنا خلي بالك فلان ده مش ارثوذكسي، وقال اسم الطائفه بتاعه. لقيت الانبا موسى بابتسامه شديده وحلوه قوي قال لي تعالى بقى ايه رايك انت الوحيد اللي هحضنك في وسط الشباب دي كلها. لا اخد مني موقف وابتدى يضحك معايا ويقول لي كلام كده لطيف، لدرجه ان انا فعلا حبيت الراجل ده وابتديت ابقى حريص ان انا اسمع عظاته. وبعد ما سمعت عظاته انا بقيت ارثوذكسي. تخيلوا بقى لو كان وقع في وش خادم كشر يبقى بيننا وبينكم هوة عظيمة. الحقيقة كنا خسرنا واحد. فعلى فكرة الانسان اللي وشه صارم وشكاي ومكتئب ده انسان الناس ما بتحبهوش. يا ريت ما تكونش كده. صباح الخير.